الفيديو ده بيحكي عن اعترافات خطيرة من مجرمين على فراش الموت. اعترافات خلت الناس تصدق إن العدالة أحياناً بتتأخر، لكن الضمير ما بيرحمش، زي ما بنحكي في الشارع من غير ما نقص حاجة من التفاصيل. القصة الأولى: اختفاء جينا بروكس، 1989، ميزوري، أمريكا. في 5 أغسطس 1989، بنت صغيرة حلوة اسمها جينا بروكس، عمرها 13 سنة، كانت بتحضر ماتش بيسبول لأخوها. رجعت البيت، قعدت شوية، وبعدين قالت لأمها وأخوها: أنا رايحة عند صاحبتي اللي ساكنة في نفس الحي، مش بعيد غير 6 بيوت بس. أخدت البايسكل بتاعها وطلعت الساعة 10 بالليل. الساعة 2 بالليل الأم صحيت تدور عليها، ما لقيتش البنت. الكل قلق، بدأوا يدوروا في الحي وأبلغوا الشرطة. اللي لقوه بس البايسكل بتاعها مرمي بعيد 5 بيوت عن البيت. الناس في الحي قالوا إنهم شافوا 3 شباب في عربية ستيشن واجن لونها أزرق ماشيين وراها، وسمعوا صوت بنت بتصرخ، بس محدش عارف منين الصوت بالظبط. المدينة كلها اتقلبت، 4000 واحد في الحي بيعرفوا بعض، الكل خايف على عياله. مشيت سنين، 7 سنين بالظبط، ومحدش عارف حاجة عن جينا. في سنة 1996، في مستشفى في سانت لويز نفس الولاية، واحد اسمه براين سكوايرز أو براين كان على وشك إنه يدمن السرطان. في آخر أيامه قعد مع الممرضات وحكى لهم اعتراف مرعب: أنا عارف 3 جرائم بشعة، وواحدة منهم مع 2 أصحابي، ناثان، داني وتيموثي. كنا في عربية أزرق، خطفنا بنت صغيرة وقتلناها بس عشان التسلية. وبعد الاعتراف ده مباشرة مات. الشرطة مسكت الاتنين التانيين، حاولوا يعرفوا منهم جثة جينا فين، بس ما عرفوش. والاعتراف ده كان للممرضات مش للشرطة رسمياً، فما قدروش يستخدموه دليل قاطع في المحكمة. لغاية دلوقتي قضية جينا لسه مفتوحة، وأهلها مستنيين إجابة. القصة التانية: جيري كيلي والزوج في الفريزر. دي قصة غريبة قوي. جيرالدين كيلي أو جيري ست مش عادية خالص. في أوائل التسعينات كانت جسمها كله وشوم، بتربي كلاب شرسة ولف حوالين رقبتها أفاعي ضخمة. يعني دي مش واحدة تلعب معاها أبداً. اتعرفت على جوزها جون وهم صغيرين، فضلوا يحبوا بعض، كبروا، اتجوزوا وخلفوا ولد وبنت وعاشوا سعداء لحد ما بدأت المشاكل. في فرح سنة 1981 جون شرب قوي، عمل مشكلة مع واحد من المعازيم، وفي الزحمة حد اتقتل. جون خاف يتهموه، فشال نفسه والعيال وهرب على كاليفورنيا. هناك اشتغل في فندق صغير، بس ظل بيشرب جامد ودايماً سكران، ودخل لمشاكله مع جيري تزيد. أخيراً جيري ملت، شالت العيال وسكنت لوحدها بعيد عنه. جون فضل يحاول يرجع لها سنين، بس كان عدائي وعصبي وبيرمي اللوم عليها: انت اللي سبتيني عشان في حد تاني. جيري بقت تكرهه بعد، وهي مش من النوع اللي يتلعب بيه. في يوم ضايقها قوي، فضربت راسه، قتلته وحطته في الفريزر، وتركته هناك 6 سنين كاملة. محدش عارف، قالت للعيال إن أبوهم مات في حادث عربية، والدنيا مشيت. بعد 6 سنين جيري أصيبت بسرطان الثدي، وعلى فراش الموت حبت تنظف ضميرها، فحكت لبنتها بالتفصيل اللي عملته. البنت بلغت الشرطة، راحوا للفريزر اللي قالت عليه ولقوا بقايا جثة جون فعلاً. بس جيري ماتت قبل ما يحاكموها أو يعاقبوها. عدالة متأخرة، بس الضمير مسكتش. خلونا نصلي على النبي بالتعليقات ونحط لايك، واللي بيشوفوني لأول مرة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، قناة ما وراء القصة. القصة الثالثة: راسل سميركر، القاتل اللي اعترف قبل ما يموت. دي الأخيرة، وهي فعلاً تخرب العقل. سنة 1975 شاب اسمه مايكل مانسفيلد، 20 سنة، طالب مجتهد في كلية في لينكولن، إلينوي. بس عنده مشكلة صغيرة مع الشرطة، مسكوه وهو بيحاول يتخلص من حاجات مسروقة، اسطوانات وأشرطة. المدعي العام سامحه وقال له: هنمسح السجل ده، بس قولي مين اللي اداك الحاجات دي. مايكل قال على طول: راسل سميركر. وافق يشهد عليه في المحكمة، وكده خلاص. بس المحاكمة اتأخرت شوية عشان الكريسماس، فرجع مايكل لأهله يقضي العيد، وبليلة راس السنة طلع يحتفل، وما رجعش أبداً، اختفى تماماً. بعد كده سنة 1976 واحدة اسمها روث مارتن، 51 سنة، ما وصلتش شغلها. جوزها ريتشارد لقى في الجراج رصاص ودم، قلب البيت كله ما لقاهاش، لقوها مرمية في مكان مهجور. وبعدين في أكتوبر شاب وبنت اسمهم روبن وجي، 25 سنة، اتقتلوا في بيتهم بإطلاق نار. الشرطة اتجننت، الجرائم دي كلها في مدينة هادية، والضحايا عاديين، مفيش بينهم رابط واضح. بس الشرطة لاحظت حاجة: روث وجي كان عندهم موعد يشهدوا في المحكمة على راسل سميركر. روث شافته بيسرق في سوبر ماركت، لحقته بره،
فهرب ورمى الكيس في عربيتها. كان فيه قطعة لحمة ب$4 بس. راسل خاف يشهدوا عليه، فقرر يقتلهم عشان ينظف الساحة. ولما راح يقتل جي لقى روبن معاها، فقتلهم الاتنين. وكمان قتل مايكل عشان ما يشهدش. مسكوه وحكموا عليه، بس ما اعترفش. ظل في السجن لحد سنة 2011 وهو عنده 56 سنة، مريض وعلى فراش الموت. اعترف أخيراً: أنا اللي عملت كل ده، أنا قتلت مايكل وروث وروبن وجي. بس ما دلهمش جثة مايكل فين، وبعد فترة قصيرة مات. يا جماعة، القصص دي بتثبت إن الضمير أحياناً بيصحى في الآخر، حتى لو العدالة ملحقتش. إيه رأيكم في الاعترافات دي؟ حد فيكم سمع بحاجة مشابهة؟ لو عجبتكم حطوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش حاجة. سلام، وأشوفكم في الفيديو الجاي.